سبحان الله، الجوازة اللي ابتدت بمشهد سجود مهين للزوجة، هو نفس المشهد برضو اللي هينتهي بلحظة سجود برضو لنفس الزوجة اللي خلصها من الجوازة دي. زوجة حسن شاكوش عملت فيه محضر. الزوجة بتقول ان حسن شاكوش ضربها وطردها في منتصف الليل وسرق الذهب والعفش. أكد في ضوء الأحداث دي مصدر أمني إن زوجة المطرب حسن شاكوش تعرضت للاعتداء عليها من قبل زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، وقام بالتعدي عليها وطردها من المنزل في منتصف الليل. وأكدت ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش إنها بعد طردها قرابة الساعة 3 صباحا لم يكن معها أموال للوصول إلى قسم الشرطة حتى تتمكن من تحرير محضر بالواقعة في زواج يدوب كل اللي دام فيه 55 يوم. وأوضحت زوجة حسن شاكوش إنه قام بالاستيلاء على إيصال أمانة كان حرره لها مقابل مؤخر الصداق والمشغولات الذهبية الخاصة بها. وكشفت زوجة المطرب حسن شاكوش انه استولى على عفش الزوجية واخرجها بالقوة من منزل الزوجية بسبب خلافات اسرية بينهما. وكانت ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش اتهمته في بلاغ لاسم شرطة اول اكتوبر تتهمه فيه بعدما قام بطردها من المنزل على خلفية وجود خلافات بينهما بالاستيلاء على اموالها وسرقة ذهبها وايصال امانة كان عبارة عن مؤخر الصداق اللي كان ما بينهم وعفش الزوجة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتتوالى النيابة العامة التحقيقات. وعلى ضوء تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اختار من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا من ريم طارق ربة منزل زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش تتهمه فيها بالاستيلاء على أموالها وسرقة ذهبها وإيصال أمانة مؤخر الصداق وعفش الزوجية. واستمع المقدم أحمد السويركي رئيس المباحث قسم أول أكتوبر إلى زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش التي أكدت أن الفنان قام بالاستيلاء على أموالها وسرقة ذهبها وإيصال أمانة مؤخر الصداق وعفش الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما وطردها من المنزل وتهديدها بالطلاق. وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقع وتم تحرير محضر بالواقع وتوالت النيابة العامة التحقيق. سبحان الله، ريم طارق قالت بعد الخلاف ان هو اللي اجبرها انها تسجد في الفرح علشان الترند. سبحان الله، ترند ايه اللي تسجدي فيه البني ادم زيه وزيك؟ انا مش عارف، انا مستغرب والله. ربنا يعافينا يا رب من اللي احنا بنشوفه. فرح كان شكله اسطوري وكلف ملايين زي ما اتقال، وابتدى بعري وانتهى بسجدة، وبرضه بعد الخلاف والطلاق اكيد هينتهي بسجدة شكر ان الموضوع خلص. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم.